النهارده هنتكلم عن add-on بتعرّفنا إزاي نعمل كواكب. الفكرة كلّها إنك مش هتقلق من الrender بتاع السُحُب والكواكب والحاجات دي، لإن الموضوع مش مُعتمد على قوة الجهاز بتاعك أو قوة كارت الشاشة بتاعك، لأ، الحاجات دي كلّها مترندرة قبل كده، وتركّز بقى على الجزء الممتع جدًا، وهو إن أنت تركّز على الشكل والجزء الإبداعي وتطلّع الحاجة بتاعتك، وتطلّع الكوكب اللي هو مناسب جدًا مع الشكل بتاعك أو الحاجة اللي أنت عايز تطلّعها، فبتبدأ تشغِل كل عقلك وتفكيرك في إن أنت تحاول تطلّع الشكل، وما تفكّرش الحاجات دي هترندر في قد إيه، فاهمني؟ لإن الحاجات دي أصلًا معمولة وتقدر تطلّع منها بقى ملايين الأشكال بسهولة جدًا. فيالّا بينا تعالَ نشوف بتشتغل إزاي. ودلوقتي أول حاجة هنعملها هي إن إحنا هنثبّت الأدوم بتاعتنا، هتنزل على خانة الوصف هتلاقي في لينك التحميل هتحمّلها هي مساحتها تقريبًا 4 جيجا، وبعد كده هتلاقي الملف نزل معاك بالشكل ده، ده الملف مضغوط، هتفكه وهتخش جواه هتلاقي جواه حاجتين، دي كده الأدون هتاخدها تسحبها جوه بلندر هتلاقيه بيقول لك أوكي تمام هتحطها، وتاني واحد ده هتعمل له new folder يعني أنت هينزل معاك ال3 حاجات دول بس. دي كده الأدون، ودي الملف اللي فيه اللي هي بقى الHDRI والlight وكل حاجة، هتعمل له ملف جديد وهتروح فارده كده جوّه هنا، تمام، هتلاقي كل الحاجات دي. هنيجي نخش تاني على blender، أنت خلاص حمّلت الحاجات، بعد ما تحمّل الأدون هتلاقيها ظهرت معاك هنا بالشكل ده. هنا بيقول لك وريني الاتجاه اللي أنت حاطط فيه الصور والحاجات اللي أنت تستخدمها جوّه الأدون دي، وبعدين هتيجي عند المكان اللي أنت حطيت فيه الحاجات وهتروح قايل له تمام. هتلاقي إن هو إيه، خلاص قرا إن أنت حطيت حاجات تمام. أول حاجة هنا مش هينفع نحط الشكل بتاعنا هنا، عايزين نضيف بس كده شكل عشان نحط فيه الكواكب بتاعتنا، هندوس create إيه، create new جديد، فعشان تشوفوا الكلام ده يعني بُص لو دوست control Z كده رجعت ودخلت على الrender هالاقي إن أنا في الrender زي ما أنا، لو جيت دوست هنا كده create هتلاقي إن الدنيا قلبت فيها نجوم كده، لو جيت شِلت الشكل ده هالاقي إن بقى عندي نجوم في الشكل بتاعي، هامسح الcube هالاقي إن أنا إيه، عندي الcube بس، أروح دايس عندي نجوم بس، أروح دايس new وهالاقي إن هو حَط لي plane أهو، لو جيت بصيت هاشوفها، تمام، هنروح مقرّبين كده منها، أول حاجة هامسك الشكل بتاعي، ممكن ما أقرّبش كمان زي ما أنا واقف، أول حاجة transformation هنتناول الحاجات دي كلّها واحدة، واحدة، ولكن أول حاجة هي الحركة، أول حاجة الحجم بتاع الكوكب بتاعي، هل هو مثلًا نخلّيه كده، ممكن نخلّيه فوق أو تحت، ممكن نخلّيه كده شوية ونجيبه جوّه شوية، عشان إحنا هنتحكم في كل حاجة من هنا، وهنا هنشوف النتيجة، هنخلّيه مثلًا كده هنا، وممكن تعمل له rotation يعني مثلًا ممكن أخلّيه يلِف، أخلّيه لفوق كده، تمام، وكمان ممكن نكبّر شوية، ننزّل تحت عشان تبقى باين معاك كل التفاصيل، يعني حقيقي شكله تحفة، لإن زي ما قُلت لك هو كل الحاجات دي مترندرة قبل كده، أنت بس هتركّز إن أنت تطلّعها بالشكل اللي أنت عايزه. فtransformation طبعًا تقدر تتحكم في كل حاجة ليها علاقة بحجمه بقى، تجيبه يمين، تجيبه شمال، أو خضر تلِف. تاني حاجة وهي الoverlap اللي هي الإضاءة أول حاجة والshadow. الإضاءة اللي هي إيه الemission string اللي هي حاجات الإضاءة الأساسية بتاعته، ممكن تخلّي الكوكب يبقى مضيء أو مضلِّم خالص، يعني هنا كده إضاءة ضعيفة جدًا، ممكن أزوّد أخلّيها إضاءة أقوى وهكذا. تاني حاجة اللي هي الshadow اللي هو الجزء اللي تحت ده، الجزء المضلِّم ده ممكن تخلّيه مثلًا واضح شوية، ممكن تخلّيه مش موجود خالص، ولو رُحت لهناك خالص هتلاقيه فاهم عمّال يعني الأسود ده بياخد كمان من الshadow اللي فوق، لحد ما يتحوّل للون الأبيض. برضه لو فضلت تعلّي في الshadow عشان تظهر للآخر، هيظهر معاك الشكل وبرضه هيروح معاك في الآخر لحد اللون الأبيض، فاهمني؟ لحد ما يعكس كمان الدنيا، فإحنا هنخلّي دي 0 shadow 0 والإضاءة خلّيها مثلًا 3 أو 2 على حسب ما أنت عايز الحاجة بتاعتك. تاني حاجة وهنا طبعًا خلّيك على ال2K وبعد ما تخلّص ممكن تقلبها 4K وعلى فكرة إحنا كل ده على الEevee مش على cycle فاهمني؟ فتبدأ 2K ممكن تخلّيها 4K عادي مش هتحس حتى بفرق كبير، هياخد كده دقيقتين يحمّل وبعد كده هتلاقيه تمام. هننزل تحت شوية نقفل كده إحنا شُفنا أول حاجة transformation ودي تاني حاجة، الsurface وهي الشكل بقى العام بتاع الsurface زي ما لمّا تيجي تدوس هنا كل الملفات دي نازلة معاك تقدر تختار منها اللي أنت عايزه. طبعًا كوكب الأرض بتاعنا هتلاقيه ليه أكتر من شكل، أكتر من زاوية، فتقدر تحط كوكب الأرض على طول. عايز تعمل كوكب خيالي، يعني مثلًا لو جينا جرّبنا حاجة زي كده، حَط لي شكل كده وأقدر أتحكم فيه في كل حاجة، يعني هنا كده بيلف معايا، مثلًا عاجبني صحراوي عايزه مثلًا كده براحتك زي ما أنت عايز، عندي الhuge اللي هي الألوان، ممكن أغيّر ألوان RGB طبعًا. اللي هم ال3 ألوان، كل التفاصيل، أقدر أغيّر كل التفاصيل، وطبعًا كل الأشكال بتاعتنا الشكل بتاعها الأساسي اللي هو ده، بس ممكن أغيّره عادي. فهتقعد تغيّر هنا كده بُص، ممكن أزوّد، أقلل، أرجّع دي كده لطبيعتها، وعندي إن أقدر أتحكّم في اللون بتاع الغيوم، يعني مثلًا ممكن أخلّيه كده برتقاني شوية، أصفر شوية،
براحتي زي ما أنا عايز، أنا باورّيكِ إن بس إن إحنا عندنا هنا تحكُّم كامل، وممكن أستخدم color ramp كمان، يعني ممكن أحُط لون وأحُط كمان في النُص ليه لون، هادوس plus لون تاني، فأحُط مثلًا الأحمر وأحُط هنا لون، اللي هو ممكن تختار لون ما بين 3 ألوان ما بينهم، فاهمني؟ مش لازم نستخدم color ramp عادي، هنا خلّيه مثلًا كده، حاول تطلّع شكل بقى اللي أنت حابب تستخدمه براحتك زي ما أنت عايز، ممكن نقفل دي، 4 أشكال ممكن أخلّيه كده، شايف أنت؟ رجع تاني، ممكن أخلّيه مثلًا كده، ممكن أخلّيه كده، براحتك، جرّب كل الأشكال، وطبعًا تقدر تغيّر إيه، اللي هو الsurface تخلّيه مثلًا الشكل ده، ادّاك شكل شبه كوكب زحل شوية، ممكن تعمل الشمس كلّها، يعني هنا كده شمس، ممكن تغيّر كده، وطبعًا تقدر تلعب في الكلام ده، يعني توهُّج بقى وكل حاجة. حاجة تانية عايزك تاخد بالك منها وهي الwhite point، الwhite point دي مع الcolor ramp تقدر تخلّيك تغيّر أشكال كتير أوي، وتطلّع ستايلات كتير أوي من الألوان. بُص كده معايا دلوقتي مثلًا جيت ضِفت لون color ramp وكل ما زوّدت لون وغيّرت فيه وغيّرت الwhite point ورجعت تاني ضبّطتها، هتلاقي إن أنت عمّال تطلّع معاك ستايلات. ولمّا تيجي بقى من فوق تغيّر السيرفيس الأساسي هتبقى الwhite point معاك موجودة، تقدر كمان أنت تغيّر فيها براحتك زي ما أنت عايز. بُص لمّا باجي أغيّر الwhite point بتلاقي الألوان معايا بتتغيّر عادي. وبرضه من أحلى الحاجات الموجودة هي الemission عايزين نتكلم عليه دلوقتي، لو جيت كده دوست new جِبت كوكب جديد خالص، وبعد كده ضبطت الscale بتاعه، ممكن أغيّر الservice نفسه أجيب مثلًا service زي كده، ممكن أجيب الservice ده، أي service يعجبك هاته، ولكن لو جيت نزلت تحت خالص هتلاقيها مكتوب emission، لو جيت كده دخلت على الemission وجيت دوست، هتلاقي إن أنت حطيت هنا وجيت زوّدت القوة بتاعته، هتلاقي إن أنت حطيت حاجة شكلها جامدة جدًا، فاهمني؟ ممكن تعمل أصلًا قمر كده من فوق تروح موطّي الإضاءة بتاعته، يعني لو جينا هنا مثلًا ووطّينا الإضاءة هنا، هتلاقي إن أنت وطّيت الإضاءة هنا وعندك القوة بتاعة الemission دي هتعلّيها، فاهمني؟ فكده أنت عندك كوكب إيه، متوهِّج، ممكن تغيّرها تخلّيها مثلًا حاجة زي كده وتزوّد هنا، عادي براحتك لك كيفية الاختيار، تعمل كل اللي أنت عايزه، ولكن أشكالها بجد جامدة جدًا، فاهمني؟ ممكن تخلّيها تلِف، ممكن مثلًا تحُط حاجة زي يعني الشكل ده مثلًا مشهور جدًا، ممكن تلِف كده هنا، تروح مزوّد قوة، فاهمني؟ فبيدّي معاك شكل حلو أوي. فإحنا كده عندنا الwater، برضه الwater ليها أشكال، ممكن تغيّرها براحتك وتحط لون ليها، فاهمني؟ شايف أنت كده مثلًا بازوّد قوة دي كده الشروخات بتاعة الwater ممكن أقللها، ممكن أزوّدها براحتي، فبتدّي شكل مع contrast مع دوّة، يعني مثلًا لو جِبنا مثلًا حاجة زي كده، ممكن أمشّيهم مع بعض بقى، أمشّي ده وده مع بعض وأزوّد هنا قوة، ممكن أغيّر شكل المَيّة، ممكن مثلًا أحط حاجة زي كده، شايف ضلِّمت جامد أوي، حاجة زي كده، أنت بتحاول تبني الشكل بتاعك اللي أنت عايزه، هنا كده مش باين، هنا باين، ممكن أعمل له rotation للwater نفسها، وهكذا. ممكن أغيّر لون الwater أصلًا أخلّيه مثلًا أزرق، أخلّيه أخضر، براحتك حُط الألوان اللي تناسب معاك، يعني مثلًا اللون الأحمر مع اللون ده ممكن تضبط وتطلّع حاجة شكلها جديد جدًا، وعندك الshadow ممكن تزوّد قوة الإيه، يعني هنا بقى بُص، لو جيت في حاجة كده في الemission دي إن هي بتشيل لك المكان اللي منوّر يعني مكان الshadow ممكن تزوّد فيه وتشيل لك عند المكان اللي منوّر، تعالَ كده نغيّر الsurface مثلًا نجيب حاجة مثلًا زي كده، تمام، ونبيّن الservice بتاعنا قوته، تمام، فهو الservice ده منوّر من هنا، وهنا ده الجزء المضلّم، اللي هو الجزء اللي تحت، تمام، لو جيت عند الemission ونزلت تحت كده، هتلاقي إن أنت الemission بيقول لك إن هو ممكن يشيل لك النور من عند الجزء المنوّر، يعني بُص كده لمّا شايف أنت إحنا قُلنا ده الجزء المنوّر ده الجزء المطفي، بيقلل لك الemission عند الجزء المنوّر، دي حتّة جامدة جدًا يعني، فين أهي، كده ممكن أزوّد هناك وممكن أشيل، تبدأ تشيل لحد ما ترجع إيه لورا، ودي كده القوة بتاعتها ممكن أخلّيه مثلًا حاجة كده، كده، بيدّي ألوان جامدة جدًا، جرّب كل حاجة بقوة طبعًا، أقلل، أزوّد، فالemission والwater اتكلمنا عليهم، آخر حاجة الcloud اللي هو السحاب العام بقى، ممكن تغيّره مثلًا تخلّيه حاجة زي كده، ده السحاب العام. برضه في منّه أشكال، في منّه إن أنت ممكن تخلّيه واضح أو تخلّيه لأ، عادي أهو بُص هنا كده، ممكن أعمل حاجة زي كده، ممكن أقلل حاجة من هنا مثلًا عادي. فبعد cloud في إيه تاني،
في طبعًا اللي هو الإضاءة الخارجية بتاعة الكوكب بتاعي، ممكن أغيّر فيها، ممكن أزوّدها، بس أحسن حاجة تخلّيها كده وممكن تزوّد كمان، تلاقي إن الكوكب كده من برّه فيه إضاءة قوية كده، ممكن أحط مثلًا حاجة زي كده خفيفة خالص، ده الشكل ده الإطار الخارجي، وإيه تاني؟ كده تقريبًا اتكلّمنا على كل دُولة بالstuff الأساسي. دي كده بقى الbackground يعني ممكن تتحكّم كمان في الbackground كلّها، ممكن تزوّد النجوم، تقلل النجوم، تعمل أشكال براحتك زي ما أنت عايز، اللي هو الإطار الخارجي، وفي الأغلب أنت هتزوّد النجوم وتقللها، وحجم النجوم برضه، بُص كده مثلًا عايز النجوم تبقى كبيرة، عايز النجوم تبقى صغيّرة وواضحة براحتك، ولكن تقريبًا أنت خلاص عرفت تعمل أغلب الأشكال، عرفت إزاي تحط surface على surface، إزاي تستخدم الwhite point وتحط الألوان على بعض وتطلّع حاجة style بقى كرتوني، style واقعي براحتك زي ما أنت عايز. وبعد كده هترندر الشكل بتاعك وهتحطه وهتكمّل عادي جدًا. لو استفدت من الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.